مستحيل يجيك راجل كامل لو نططي. شكله حلو. حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. الأخوة الكرام، الليلة بنتحدث عن حلقة قول مولع، قول نارية، قول حلقة من الموت عدي. حلقة الناس ما عندها موضوع. دار تسألني تقول لي كيف زول ما عنده موضوع؟ أيوة، زول ما عنده موضوع. أنت عارف الزول اللي ما عنده موضوع يعني شنو، وأنا عارف الزول اللي ما عنده موضوع شنو، وكل الشعب عارف الزول اللي ما عنده موضوع يعني شنو. كيف كده زول ما عنده موضوع؟ زول مش ما عنده موضوع، زول غبي. وفي بعض الناس العياذ بالله. فالليلة بنشوف الثلاثة حاجات: زول ما عنده موضوع، وزول غبي، وزول نقول فيه العياذ بالله. انصرنا آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. فنبدأ بالزول اللي ما عنده موضوع. ظهرت لنا واحدة بنية طلعت لها لايف بتتكلم عن الرجال. الأمة دي كلها وكل الرجال ديل بأهل وآل بيت أو بما فيهم أبوها ذاته، كل الرجال ولا أي حاجة، كل الرجال ما عندها كده بس. والسبب شنو؟ رباط ما في. السبب البنات نفسهم. الواحدة بتقوم صغيرة قرنبوسة نعنوشة دلوعة، مصحر واحد من البيت كف كف كف. يا بنت الناس، أنا دايرك بسنة الله ورسوله، أنت بريء. شغال شنو؟ أنت ما عندك مستقبل. يا بنت الناس، أنا عشانك بصنع المستحيل. أنا عشانك شفتي بكسر الحجر ده بطلع منه نيل. يا أخي قولي آمين. نو. البيت ترفضك وترفضك وترفضك بكل العمى. ده برنامج بنهتف بجد، بظهر تاني سواء كان من اللحل ولا من الحي، واللي زول عبر الطريق ساكت ماشي وأوجب بالبابور ده أمان ولهق الأهل. أوي أنا دارينك بسنة الكريم. بتقولي آمين يا بنت الناس. البابور يكشف ويعزل ويشوف إمكانياتك أنت شنو وشغلك شنو. ففي الإمكانيات وشغلك دي داير منك شنو 4 5 6 حاجات، يعني داير منك كل المواصفات اللي في بالها هي تكون مكملة يا أمان. عارف كيف الكلام ده؟ كون عندك قروش، كون عندك بيت مبني، كون عندك شخصية، كون عندك حيبة يا أخي، تكون زي ما أنت أي إنسان بحلم يكون. فنقول الكمال لله. فهنا أنت لما البابور ده يطلب منك كل المواصفات، أحلام كبيرة يا مان، أحلام أكبر منك، أحلام ولا في الخيال. يا بنت الناس، أنا ودي كده وكده وكده وكده، أنا شفتك وجبت بك يا أخي، دايرك عديل بسنة الله. أمانة بتقدر إنك الحاجات دي كلها ما في قد. الثاني بمش، الثالث والرابع والخامس أولاد اللحن كلهم بسموا إنه فلان جازوا لأبته، ما دايرة فلان جازوا لأبته، فلان جازوا لأبته، فلان جازوا لأبته. أنا هنا أمان لازم تكون عندك قروش. البجي بمش والأمر يا أخدنا بمش، والجاي بمش والأمر بمش. فأخدنا دي وصلت لمرحلة متأخرة من العمر، وفتشت إنه تاني خلاص ما في عمل. ظهرت لنا في لايف وطلعت كل الصنف الرجالي ده شنو ما عندهم موضوع يا مان. اسمع الحديث، اسمع الهنك. مستحيل يجيك راجل كامل لو نططي. شكله حلو جسمه ما حلو. شكله حلو وجسمه حلو شخصيته ما حلوة. شكله حلو وجسمه حلو وشخصيته حلوة بفلس. شكله حلو وجسمه حلو وشخصيته حلوة ومقرش بتاع نسوان. شكله حلو وجسمه حلو وشخصيته حلوة ومقرش وما بتاع نسوان ما بحبك. شكله حلو وجسمه حلو وشخصيته حلوة وما بتاع نسوان
ومقرش وبيحبك متزوج. شكله حلو وجسمه حلو وشخصيته حلوة وما بتاع نسوان ومقرش وبيحبك وما متزوج، ساقط دين وأخلاق. القدر فات وقول لك قدرنا فات وغناينا مات. فمن هنا رسالة وإن شاء الله تصل لكل البنات. كلام الأمهات والأحلام الأكبر من الطاقة انسوه، اقبلوا بالواقع السوداني. الجد دق الباب وقال أنا دار بسنة الكريم، قولوا آمين عشان نقلل شنو من كمية الناس. فالمثل بقول زول كبير ومكانتك ركشة. طبعا كل الشعب السوداني عارفين الكلام ده مثل إننا شنو في السودان. ولو ما سوداني برضو كإنسان بيتحدث لهجة عربية ولا لغة عربية، يعني زول كبير ومكانتك ركشة كيف؟ يعني ما ممكن إنسان تكون شنو عمرك 40-50 سنة وتفكيرك ودماغك شنو تعشافي عمره 2 سنين. لازم الكبير يكون كبير والصغير صغير. فهنا عمك ده قاعد كده طار له، يعني النوع اللي بكون هو وولده فرد. اي ولدك انت خليه صديقك، لكن شنو في حدود معين. انت كانسان والد ليك مكانتك والولد له مكانته. يعني دي حدود كده ربنا شنو ادانا. لا انه زول ده يقول لك والدي خلاص ده له مكانه والمولود له مكانه. لكن هنا عمك اخونا ده قاعد مع ولده، والولد ده قاعد كده جاته فكره شيطانيه، قال له يا حاج الشغل ده اسمه تيك توك، وانا ولد تيك توك قال له بس كشف الشغل ده. الناس دي شايف اعجابات قلوب حمراء والحاجات دي بس ده في التيك توك ده. انا لو عملت لي لايف كده مجنون، الناس دي كلها شنو دازت القلب ده، ادتني تعليقات واوك اوك اوك. مقطع ده يا حاج بتلي قروش، فيا ابوي يزني عزك كيف يا حاج؟ بس انا مشغل الاغنيه دي انت ارقص معي. السس عمك افتكر انه الشغله دي بتتم جوا الغرفه بتاعتهم دي وما بتظهر قدام. فولدنا شغل المقطع وشوف عمك ده عمل شنو. ده شغل شيوخ وفقراء، ده كتاب بسيط وغرا، ده شغل شيوخ وفقراء. مفاجأة طبعا. وانا هنا كمان للاسف الشديد انه الزول لما يقع في يدنا بنردم متوالي، لانه نص المحتوى السوداني اصبح ردم في ردم في ردم، وبنقول شغلنا توعية. وربنا يعني هنا برضه يسترنا، لانه الناس لما تتحدث عن اراء الناس ده براه شنو نوع من المعصية. فنقول عمك ده غبي، مكانته ركشة وغبي، لانه ما قدر يميز ولا يعرف انه شنو انه يكون انسان اب والد للزول ده قبل ما انه شنو يحاول يرقص معاه، وما عارف انه الشغله دي بتنتشر والعالم ده كله بيشوف. وفي العالم اللي بيشوف ده في اصحاب، في اهل، في اقرباء بيشوفوا. يعني لما يشوفوا المشهد ده كده يا مان امك ذاته شنو بنطط مع عياله. الحاجة الغريبة ده النوع اللي نقول العياذ بالله منه صلاح سندالة. كل السوشيال ميديا عارفاه وكل الشعب عارفه. في الناس اللي بتتكيفوا له وفي ناس ما أزين تتكيف له. من الناس اللي ما بتتكيف له دي الزيانة دي شخصيا. بعدين دين مان ذاك الزول اسمه دين مان ده يقول لك والله يا جماعه دول طلعوا دينكم، عشان كده انتوا طلعوا دينهم قبل ما يطلعوا دينكم. وعليكم لعنة الله حيث محلتم أيها الملاحدة. انتم رب لدينكم بيرو لو سألوا بقول لك هو سلفي. فمن هنا علينا بنقول المنهج السلفي والشعب السوداني كله متبرئ منك يا صلاح سندالة، لأنك ما عاقل ولأنك ما بتمثل السلفية
يا اخي انت مفترض ما تمثل السودان ذاته. انت عار على الشعب السوداني، انت عار على كل المجتمع السوداني. الناس اللي بيشوفوا شنو في السوشيال ميديا سندالة شيخ كبير وما مؤدب. فالنوعية دي بنقول له هنا عياذ بالله، انك انسان كبير، انك انسان قدوة، مفترض تكون، واللي مفترض تعلم الدين، مش تعلم الناس كيف تقيم الدين، مش انك تعلم الناس شنو تسيء الدين وتسب الدين.